ليك فاكر حاجة مهمة أوي، برشلونة جوارديولا ما كانش مجرد فريق كورة كده وخلاص، ده كان مشروع كامل، فكرة، عقيدة، طريقة عيش. من أول يوم جوارديولا ما قالش إحنا عايزين نكسب، لأ جوارديولا قال إحنا عايزين نسيطر، سيطرة مش بس على الكورة، سيطرة على الماتش، على الخصم، على الأعصاب اللي قدامك. برشلونة ما كانش بيلعب عشان يسجل، كان بيلعب عشان يمنعك تفكر. تشافي، انيستا، بوسكيتس، الكورة عندهم مش أداة، دي لغة. ميسي طبعًا يعني مش مهاجم، دي نقطة النهاية لأي فكرة دفاعية. بس هنا بقى تبدأ المشكلة، عشان تلعب الكورة دي مش كفاية تبقى موهوب، لازم تبقى مركز 100% طول الوقت. باص غلط مش غلط، دي خيانة للفكرة. تمركز متأخر مش سوء حظ، دي جريمة تكتيكية. جوارديولا كان مهووس بالتفاصيل، واكيد مش انا اللي هقول كده يعني، ده معروف عن الراجل. يحضر للماتش اكتر من الخصم واكتر من لعيبته نفسهم، يشرح ويعيد ويقف ويحلل، كان بيدخل في دماغ اللاعب قبل ما يدخل الملعب. النتيجة طبعا اعظم كرة اتلعبت واكبر ضغط ذهني ممكن لاعب يتحمله. الفريق كان بيكسب بس كان بيتاكل من جوه. كل موسم نفس القوة، نفس التوقعات، نفس لازم نكسب، لازم نمتع، لازم نسيطر، لازم نكسر الدنيا. ومفيش بقى حوار انك تكون طبيعي او حتى انك تتنفس. جوارديولا نفسه كان اول واحد بيتحرق، نوم قليل، تفكير دايما، تحضير مرضي احيانا. هو مدرب اكيد، بس كمان انسان، وبيوصل لنقطه يقول فيها كفايه. المشكله انك لما تبقى في برشلونه وقتها مش مسموح لك تقول كفايه اطلاقا، انت مطالب دايما انك تكون نسخه افضل من نفسك. والسؤال هنا بقى، هو ده طبيعي ولا الكمال نفسه كان بدايه النهايه؟